ليسون 5 في شابتر 3 الكيرف سكيتشنج. طبعا معظمكم ما يحبش الدرس ده وانا متفهم ده ليه. انا برضه لما كنت في سنكم ما كنتش بحب الدرس ده خالص الصراحه، بس حبيته لما كبرت وبقيت بدرسه. ليه؟ عشان لقيت ان الموضوع فعلا لذيذ جدا وبسيط جدا. وانس ان انت فهمت الدرس كله في دماغك هتلاقي الموضوع حلو قوي، بيخلص بسرعه، لان انت هتقول فاهم يا رب يجي لي سؤالين ثلاثه عليه في الامتحان، عشان حتى مش محتاج منك ستيبس كتير. تمام؟ فركزوا معايا في اللي هنقوله النهارده وان شاء الله هتلاقي كل حاجه مبسطه جدا. اول حاجه انا بيقول لك اي الكيرف لو انت تقدر تعمل تشيك للدومين والرينج، دول نقطتين مش هيشغلونا ومش هنبص عليهم قوي، فكره الدومين والرينج بتوع كل كيرف. بيقول لك بس لو انت عايز تعرف الانترسبت، ودي نقطه مهمه، فانت هتساوي الكيرف بزيرو عشان تعرف الانترسكشن مع الاكس اكسس. to get intersection with الاكس اكسس هتساوي الكيرف بكام؟ بزيرو. حلو. طيب كده طبعا احنا عارفين ايه هي الانفليكشن والكونفكس، صح؟ فاكرين من الليسون اللي فات الانفليكشن بوينت البوينت اللي بيقلب عندها من كونفكس اب لداون او من داون لاب، طبعا مع مراعاه ان تكون الاف داش اكزيست. بس مش دي النقطه اللي تشغلنا دلوقتي. اهم حاجه تكون فاكر كونفكس اب وداون. قلنا داون يعني هابي فيس، ها، مبسوط، اللي هي بالمنظر ده كده اهو الهابي فيس بتاعنا يعني بوزيتيف، والساد فيس طبعا بتاعنا يعني نيجاتيف. عشان هابي فيس دي معناها بنجيب درجات، ساد فيس معناها بنسرب درجات. دي سلايد فاضيه، تعالوا نشرح لكم فكره الاف بتعامل معاها ازاي عشان نشوف مسائل الاف. نشرح الاف داش، نشوف مسائل الاف داش، وهتلاقي الدنيا بسيطه جدا. اول حاجه لو انت مديلك جراف الاف اوف اكس لازم تكون فاهم حاجه. انا لما اديلك جراف تقدر تجيب معلومات عنه هو شخصيا او الديريفيتيفز بتوعه. يعني طالما مديك جراف الاف اقدر اجيب معلومات. نكتب انفو فور الاف اوف اكس نفسها والديريفيتيف بتوعه. يعني ايه؟ يعني الاف داش والاف دبل داش. حد يقول لي مثلا طب هي ايه معلومات الاف؟ اقول لك والله معلومات الاف اي بوينت او اي فاليو فهي عباره عن اف. لو قلت لك كريتيكال بوينت، لو قلت لك لوكال ماكسيمم بوينت او لوكال مينيمم بوينت، ابسوليوت ماكسيمم بوينت، ابسوليوت اكستريم بوينت، ابسوليوت مينيمم بوينت، اي كلمه بوينت فدي اف، اي فاليو فدي اف. لو طلبت منك اللوكال مينيمم فاليو، absolute maximum value، فطالما طلبت منك بوينت او فاليو دي معناها الاف اوف اكس نفسها. طيب حلو قوي. عندنا بقى اختبارين مهمين جدا جدا جدا، بس قبل ما نخش على الاختبار تعالوا كده نرسم رسمه بسيطه عشان نشوف الاختبار ده بنمشي عليه ازاي. عندي كده الواي اهو، وادي الاكس، ونفترض جراف بالمنظر ده. حلو. دي مثلا نيجاتيف 2، ودي مثلا ال2، ودي ال4. حلو كده. ده جراف مين؟ الاف اوف اكس. بصوا بقى يا شباب، لما يجي لك جراف للاف اوف اكس اول حاجه هترسم لي لاينين، لاين الاف داش ولاين الاف دبل داش، الديريفيتيفز بتوعه. تقول لي بس طب ليه ما ارسمش لاين الاف؟ اقول لك عشان احنا عادتنا عمرنا ما بنرسم لاين للاف. اول حاجه هرسم لاين الاف داش اهو، ولاين للاف دبل داش. وركزوا معايا بقى، اول حاجه هنحط ايه على لاين الاف داش؟ بص بقى، اول حاجه هتشوف لو عندك هوريزونتال تانجنت. لو عندي هوريزونتال او فيرتيكال تانجنت معناها ان الديريفيتيف ايكوال زيرو او undefined. يا جماعه يعني ايه ديريفيتيف؟ هنا بالنسبه للاف يعني اف داش. طب لو مديك اف داش يعني اف دبل داش. نحط الكونسيبت ده حلقه في ودنا. هوريزونتال تنجن او فيرتيكال تنجن معناها ان الديريفيتيف الكيرف ده بزيرو او undefined. يعني هتحطه على لاين الديريفيتيف بتاعك. يعني لو دي رسمه الاف هتحطه على لاين الاف داش، لو دي رسمه اف داش تحطه على لاين الاف دبل داش. نكتب لنفسنا لو دي الاف اوف اكس يبقى هنا لاين الاف داش، لو دي رسمه اف داش لاين الاف دبل داش. حد يقول لي يا مستر طب لو رسمه اف دبل داش اقول لك لاين اف تريبل داش، مش عندنا في المنهج. صح كده؟ ادي اول معلومه. طيب هتقول لي يا مستر يعني ايه؟ هقول لك تعالى نشوف. اول حاجه تعالى ندور على الهوريزونتال تنجن.
ونفترض دي نيجاتيف 1. عندي واحد هنا اهو وعندي تاني فين هنا اهو، يبقى هكتب على لاين الاف داش مين؟ النيجاتيف 1 وال2. حلو الكلام. طب هتقول لي يا مستر طب امتى بوزيتيف امتى نيجاتيف؟ اقول لك تعالى بقى هنعمل اول اختبار عندنا اسمه اختبار القلم او البن تيست. نكتب كده البن تيست. قال لك يا باشا بص، اول حاجه امسك الكيرف من على الشمال وامشي معاه. امسك الكيرف من الشمال وامشي معاه. تمام. القلم بيطلع يبقى بوزيتيف، القلم بينزل يبقى نيجاتيف. تقول لي مستر طب معناها ايه؟ اول حاجه يا جماعه لازم نكون فاهمين ان البين تيست دوت دايما بيتكلم عن الديريفيتيف بتاعك. يبقى البين تيست ده لو عندي دي الاف يبقى بيتكلم عن لاين الاف داش. امتى اللاين بوزيتيف ونيجاتيف؟ لو دي اف داش يبقى بيتكلم عن اف دبل داش. تاني، ايه هو البين تيست؟ هتمسك الكيرف من على الشمال وتمشي معاه. لو القلم بينزل نيجاتيف، القلم بيطلع بوزيتيف. تقول لي مستر هي مين النيجاتيف والبوزيتيف دي؟ اقول لك الديريفيتيف بتاعك. فدي رسمه الاف يبقى الاف داش هي نيجاتيف والبوزيتيف. لو دي كانت رسمه الاف داش يبقى الاف دبل داش. طب واحده واحده يا مستر. قبل النيجاتيف 1 تعالى نمشي مع الكيرف كده. بص 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 بيحصل ايه؟ القلم عمال بينزل صح يبقى نيجاتيف. طب من نيجاتيف 1 ل 2 يا مستر بيحصل ايه؟ يبقى اهو عمال بايه؟ بيزيد يبقى بيطلع بوزيتيف. بعدها بينزل تاني اهو. نيجاتيف يعني ديكريز، بوزيتيف يعني انكريز، نيجاتيف يعني ديكريز. خلصنا الاف داش. بسيطه جدا. مين اللوكال ماكسيم لوكال مينيمم؟ ده خلاص بقى من دروس عارفينها صح؟ طبعا النيجاتيف 1 ده لوكال مينيمم. قلنا عمالين تقعد تنزل لغايه ما توصل للدور الارضي، تبدا تطلع في الدور الارضي ده المينيمم. تقعد تطلع لغايه ما توصل للسطح. فاكرين الروف والبيسمنت؟ يبقى ده لوكال ماكسيم. خلصنا النص الاولاني. طبعا عندنا اختبار تاني مهم قوي اسمه اختبار ابص عليه. قلت له مستر ايه بس الاسامي دي؟ اقول لك معلش اي الاسامي كده معلش عشان ان شاء الله الاختبار فاهم يبص ايه اسمها ايه يعلق في ودانك. اختبار تبص عليه دوت لما تكون عايز تعرف الحاجه نفسها بوزيتيف ولا نيجاتيف. يعني لو انت عندك الاف يبقى تعرف الاف بوزيتيف ولا نيجاتيف. عندك الاف داش يبقى تعرف الاف داش بوزيتيف ولا نيجاتيف. عندك اف دبل داش تعرف اف دبل داش بوزيتيف ولا نيجاتيف. قلت له مثلا هعرف ازاي؟ اقول لك بسيطه جدا. لو الكيرف فوق الاكس above اكس اكسس يبقى بوزيتيف. اندر اكس اكسس يبقى نيجاتيف. معايا؟ طيب حلو قوي. قلت له يا مستر طب هو انا بتطلب مني في الاف تعرف امتى اف بوزيتيف ونيجاتيف؟ بقول لك لا مش تطلب، بس اطلب منك في الاف داش واف دبل داش. فده اختبار القلم ده قصدي اختبار ابص عليه دوت مش هيجي دلوقتي، بس اهم حاجه تكون عارف البين تيست بيتكلم عن الديريفيتيف بتاعك وابص عليه بيتكلم عنك انت شخصيا. طب تعالى نكمل رسمتنا بس الاف اوف اكس عشان نعرف نحل اي مساله اف. طب هتحط يا مستر ايه على لاين الاف دبل داش؟ الانفليكشن بوينتس. يا مستر الانفليكشن بوينت دي القلب عندها من كونفكس اب لداون او من داون لاب، بمعنى اخر من هابي فيس لساد فيس او من ساد فيس لهابي فيس. فطبعا عندنا قلب عند مين هنا؟ قلب عند زيرو كده اهو. ده مثلا دايما بيقلب عند زيرو. يقول لك لا مش شرط طبعا. قبل زيرو كان ايه؟ كان اهو كان عباره عن ايه؟ الفيس بالمنظر ده صح؟ ده كده يعني ايه؟ يعني هابي فيس يعني بوزيتيف، وهابي فيس يعني كونفكس ايه؟ داون عشان الار تحت كونفكس داون. وبعدها قلب بقى كونفكس اب يعني نيجاتيف اهو كونفكس اب يعني ساد فيس. كده عرفنا اي رسمه اف. بس اهم حاجه بالنسبه لي تعرف البين تيست عشان تتكلم عن الديريفيتيف بتاعك واختبار ابص عليه. تعال نشوف مساله للاف. بيقول لي the graph of function y equal f of x. رسمه y اهي قصدي رسمه f of x at which point are الدي واي عند x والدي تو واي عند x هما الاثنين بوزيتيف. فين المكان او البوينت اللي هما الاثنين عندها بوزيتيف؟ الاف داش واف دبل داش. يلا نرسم اللاينين بتوعنا. لاين للاف داش ولاين للاف دبل داش.
قلنا اي ديريفيتيف بتاعي عشان احط الارقام على اللاين ده بعمل ايه؟ بشوف هوريزونتال تنجنت وفيرتيكال تنجنت. دور اهو هوريزونتال تنجنت وعلى فيرتيكال تنجنت معناها ان الديريفيتيف بزيرو او انديفايند، فلو الاف يبقى لاين الاف داش، لو اف داش لاين الاف دبل داش. هندور على هوريزونتال تنجنت. عندي واحد هنا كده يا مستر كانها عند الاكس بكام؟ 1.5 مثلا، وعندي واحد تاني هنا يا مستر عند الدي. حلو قوي، نكتب 1.5 والدي، الدي دي اللي هي ب 6 يعني. طبعا دول عندهم الاف داش بكام؟ بزيرو. ها مش انت دلوقتي الاف داش ده هو ديريفيتيف الاف، يبقى نعمل انهي اختبار؟ اختبار البن تيست، اختبار القلم. امشي مع الكيرف قبل ال 1.5 القلم بيحصل له ايه؟ بينزل نيجاتيف. بعد ال 1.5 القلم بدا ايه؟ يطلع بوزيتيف. بعدها نزل تاني نيجاتيف. خلاص عرفنا كده انكريز ديكريز. عايزين الاف دبل داش، هنبص على مين؟ قلنا الانفليكشن بوينت، البوينت قلب عندها من كونفكس اب لداون او العكس. فهو هنا واخدين بالنا كان كونفكس داون، بدا يقلب من اول هنا كده اهو، بعد كده بقى قلب بقى ايه؟ بقى اب، صح؟ يبقى عندي ال 3 قبلها كان عامل كده، يعني دوت هابي فيس يعني بوزيتيف، بعدها بقى نيجاتيف. فهو بيقول لك مين البوينت اللي هما الاثنين عندها بوزيتيف؟ الاف داش والاف دبل داش. والله الاف دبل داش من 0 ل 3 في الحته دي. فشوف امتى الاف داش كانت بوزيتيف في حته ما من 0 ل 3، فكانت فين؟ من 1.5 للدي، صح؟ بوزيتيف هنا بس. فمن 1.5 انا عايز حته من 1.5 لغايه ال 3 بقى، صح؟ عشان من 1.5 الاف داش بدات تبقى بوزيتيف، بس الاف دبل داش اصلا خلصت عند مين؟ عند ال 3. يبقى مين البوينت اللي عندي في النص؟ البي طبعا. يبقى الاجابه نمبر بي. موضوع بسيط جدا. عشان اعرف البوينتات على الاف داش فده الديريفيتيف بتاعي، بشوف هوريزونتال تنجنت فيرتيكال تنجنت، اعرف هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. اختبار ايه؟ البن تيست. حلو. طيب تعالوا نشوف لو انا عندي بقى الاف داش هتعامل معاها ازاي. حقيقه الموضوع بسيط جدا. بصوا، اول حاجه احنا قلنا ايه؟ دي مثلا نيجاتيف 2، وهنا دي مثلا 2، ودي 4. قلنا اول حاجه انت لما يكون عندك جراف تعرف تجيب معلومات عنه هو وعن اي ديريفيتيف ليه. فانا اقدر اجيب معلومات عن الاف داش واف دبل داش. حلو الكلام. دلوقتي هنرسم كده لاين الاف داش، بس سيبك منه دلوقتي، ولاين الاف دبل داش. سؤال بقى، مش الاف دبل داش هو ديريفيتيف الاف داش، صح؟ فهتعاملوا معامله الاف داش بالنسبه للاف بالظبط. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني انت في الاف داش السؤال اللي فات عملنا ايه؟ دورنا على هوريزونتال تنجنت. دور لي على هوريزونتال تنجنت، هتلاقي واحد هنا كده، ونفترض دي بنيجاتيف 1، واحد كمان هنا عند ال 2. يبقى تكتب لي على الاف دبل داش بقى دلوقتي عشان ده الديريفيتيف بتاعي. تاني الهوريزونتال تنجنت والفيرتيكال تنجنت قلنا ديريفيتيف الكيرف، وكاتبها لكم في اول سلايد تاني اهو. قلنا اهو لو اف داش يبقى ده لاين مين؟ الاف دبل داش. حلو. لقينا مثلا هوريزونتال تنجنت. قلنا اختبار القلم برضو بيعبر عن ايه؟ عن الديريفيتيف بتاعك. فانت دلوقتي بنتكلم على اف دبل داش. بصوا بقى بالقلم، ها افضل ماشي ماشي ماشي، عمال بايه؟ قبل النيجاتيف 1 عمال نيجاتيف. طب من نيجاتيف 1 ل 2 يا مستر عمال بيحصل له ايه؟ القلم بيزيد يبقى بوزيتيف. بعد ال 2 بينزل تاني نيجاتيف. كده خلصنا لاين الاف دبل داش. نيجاتيف يعني ساد فيس، بوزيتيف هابي فيس، ساد فيس. عرفنا كده كونفكس. ايه اللي انا عامله ده؟ تصدق كده احلى. عرفنا السايد فيس والهابي فيس اللي هو كونفكس داون اب. يبقى تاني اللي عملته للاف داش لما كان عندك جراف الاف هتعمله الاف دبل داش بالظبط لما يكون عندك لاين الاف داش. الموضوع بسيط جدا جدا جدا. حلو. تقول لي يا مستر ماشي. طب بالنسبه للاف نفسها بقى، الاف داش نفسها دلوقتي مش انت بتتكلم عنها انا شخصيا؟ اول حاجه تعالى برضو بصوا كنت كاتب لكم ايه. كاتب لك اهو اختبار بقى ايه ابص عليه. قال لك اول حاجه لو عندي اف يبقى ده الاف، ده الاف نفسها اف داش اف داش اف دبل داش اف دبل داش. اباف الاكس اكسس يبقى بوزيتيف، تحت الاكس اكسس يبقى نيجاتيف. قلت له لسه طب هتحط ايه على اللاين؟ الاكس اكسس، الانترسكشن مع الاكس اكسس. يبقى اول حاجه هنا الارقام الاكس اون اللاين هي الانترسكشن مع الاكس اكسس ويز الاكس اكسس. يعني لما يكون عندك الاف داش بص على الانترسكشن مع الاكس اكسس فين؟ ادي 1، ادي 2، ادي 3. هتحط لي الثلاث ارقام دول، النيجاتيف 2 والزيرو والفور.
اختبار بقى ايه ابص عليه، عشان ايه اختبار ابص عليه دوت لما تكون عايز تعرف معلومه عن الكيرف نفسه. فانت عندك الكيرف ده عباره عن اف داش، وانا عايز اعرف الاف داش امتى بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى اختبار ابص عليه. قلنا لو اباف الاكس بوزيتيف، تحت الاكس نيجاتيف. قبل النيجاتيف 2 قبلها كده كان الاف داش مالها فوق الاكس بوزيتيف. طب من نيجاتيف 2 ل 0 حصل ايه؟ الاف نفسها، الاف داش نفسها تحت الاكس نيجاتيف. من 0 ل 4 الاف داش نفسها بقى لها فوق الاكس بوزيتيف. بعد ال 4 نزل تحت الاكس نيجاتيف، خلصت. انكريز ديكريز انكريز ديكريز، خلصت. ويا جماعه اصعب سؤال اصلا، يعني اصعب رسمه عندنا الاف داش عشان الناس بتلخبط فيها، او الاف، ولكن الاف دبل داش رسمه عبيطه جدا. يبقى تاني نحطها حلقه فوق ودنا. اختبار القلم بينفع مع الديريفيتيف بتاعي، هوريزونتال تنجنت فيرتيكال تنجنت مع الديريفيتيف بتاعي، تمام. لكن لما تيجي تتكلم عنك انت شخصيا، اختبار ابص عليه لو انا فوق الاكس بوزيتيف، تحت الاكس نيجاتيف، وهتحط ساعتها ايه على اللاين نفسه؟ الانترسكشن مع الاكس. موضوع بسيط جدا، ركزوا بس في كلامي واكتبوها نوتس كده لنفسكم. تعالوا نشوف سؤال عليه. بيقول لي اهو the graph or first derivative f dash ايه of a continuous function f is shown on what intervals is f increasing و decreasing. واحده واحده هنرسم لاين الاف داش. هنا بيسالك انكريز وديكريز بس، يعني مش عايز الانفليكشن، يعني مش هنعمل اختبار القلم، هنعمل اختبار بس ابص عليه. اول حاجه هنشوف مين الانترسكشن مع مين، مع الاكس اكس. ادي قطعها، تعالى بس نجيب اللون كده تشوفه. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، الانترسكشن مع الاكس صح. يلا يا باشا نكتبه، ادي 1 وادي 6 وادي ال 8. هيجي دور مين يا باشا؟ دور مين؟ انهي تيست؟ دور ابص عليها يا مستر جدع. قبل 1 كان الاف داش مالها تحت الاكس يبقى نيجاتيف. من 1 ل 6 مالها كلها فوق الاكس اهي صح، بوزيتيف. من 6 ل 8 نزل تحت الاكس نيجاتيف. بعد ال 8 بوزيتيف. خلص السؤال يا مستر؟ خلص السؤال يا حبيبي. بوست اهو. يبقى ديكريز من نيجاتيف، من نيجاتيف انا اسف، من 0 ل 1، بعدها من 6 ل 8 decreasing من 0 ل 1 ومن 6 ل 8 وانكريز من 1 ل 6 ومن 8 لانفينيتي اهي. هي الاجابه دي اصلا متاكله، بس هي لحسن حظنا الاجابه دي هي الصح. موضوع بسيط جدا جدا جدا. ركزوا بس في كل حاجه انا بقولها. عندنا لغايه دلوقتي اختبارين ومش محتاجين غيرهم حقيقه. اختبار البن تيست بيتكلم عن الديريفيتيف بتاعك، فلو انت عندك الاف هيتكلم عن الاف داش، اف داش هيتكلم عن اف دبل داش. واختبار ابص عليه لو عندك اف داش هيتكلم عن اف داش، لو عندك الاف دبل داش هيتكلم عن اف دبل داش. بسيطه جدا. شوف سؤال كمان بيقول لي if u dash equal f dash minus g dash then u of x is increasing في انهي interval. واحده واحده. عندي هنا f dash و g dash. تعالوا نرسم اللاينين بتوعنا. لاين الاف داش ولاين الجي داش. عايزين نعرف اللاين الاف داش والجي داش نفسهم بوزيتيف ونيجاتيف صح؟ يبقى دلوقتي ده اختبار مين؟ ابص عليه، بس الاول بشوف الانترسكشن مع الاكس. تعالوا نبدا بالجي. اول حاجه الجي قطعت الاكس عند مين؟ عند ال1 وعند ال5 صح؟ الجي اللي هي اللي بالاحمر، ال1 وال5. اختبار ابص عليه. هبص كده قبل ال1 يا مستر الجي مالها كانت الاحمر اهو، كان تحت الاكس صح؟ يبقى نيجاتيف. من 1 ل5 يا مستر كان مالها كانت فوق الاكس يعني بوزيتيف. بعد ال5 يا مستر نزل تحت نيجاتيف، يبقى ديكريز انكريز ديكريز. طب عايزين نمثل الاف داش. الاف داش الاخضر قطع عند ال5 برضه، وقطع عند ال1 برضه، وقطع عند مين كمان؟ عند النيجاتيف 2. واحده واحده. يبقى النيجاتيف 2 وال1 وال5. قبل النيجاتيف 2 كانت الاخضر ماله يا مستر؟ تحت الاكس يبقى نيجاتيف. من نيجاتيف 1 من نيجاتيف 2 ل 1 يا مستر اهو الاخضر بصوا فوق الاكس اهو حته صغيره بوزيتيف. من 1 ل5 نزل تحت تاني نيجاتيف. بعد ال5 بوزيتيف. حلو جدا. decrease increase decrease increase. هو السؤال كان عايز ايه؟ بيقول لي اليو داش امتى اليو داش بتنكريز؟ امتى اليو اوف اكس قصدي بتنكريز؟ يعني اليو داش عايزها تبقى بوزيتيف، عايزها تبقى بوزيتيف. ماشي يا مستر، تعالى كده نشوف حته حته. قبل النيجاتيف 2 اصلا، او تعالوا نبص على الاجابات اللي عندنا. بيقول لي من نيجاتيف 2 مش من 1 ل 5. اول حاجه من 1 ل 5 كانت الاف داش مالها كانت نيجاتيف، بعدها ماينس الجي داش بوزيتيف، فنيجاتيف ماينس بوزيتيف بنيجاتيف، يبقى ساعتها بالديكريز. يبقى طبعا اول اجابه غلط. قلت له مستر طب انا لو انا عايز اعرف محتاج افكر ازاي، هقول لك اول حاجه بوزيتيف ماينس بوزيتيف انا مش شرط ان هو يبقى بوزيتيف صح، ونيجاتيف ماينس نيجاتيف مش شرط يبقى بوزيتيف. بوزيتيف ماينس نيجاتيف اكيد بوزيتيف اكيد.
يبقى انت بتدور على انترفال تكون الاف داش فيه بوزيتيف والجي داش فيه مالها نيجاتيف، عشان لما اعمل بوزيتيف ماينس نيجاتيف هيدينا بوزيتيف. فدور على الحته الاف داش فيها بوزيتيف والجي داش فيها نيجاتيف. ماشي؟ الاف داش بوزيتيف والجي داش ايه؟ نيجاتيف. طبعا واضحه. اول حاجه من نيجاتيف 2 ل 1 الاف داش مالها بوزيتيف اهي. طب من نيجاتيف 2 ل 1 يا مستر النيجاتيف 2 اصلا كانت هنا كده صح؟ فمن نيجاتيف 2 ل 1 الجي داش مالها نيجاتيف، يبقى من نيجاتيف 2 ل 1 يا مستر اول حته هقول لك برافو الاف داش بوزيتيف الجي داش نيجاتيف، حققت الشرطين. تعال نبص فين كمان الاف داش بوزيتيف اهي في الحته دي من 5 لانفينيتي، وسبحان الله جي داش مالها في الحته دي نيجاتيف، يبقى برافو من 5 لانفينيتي يا مستر. يبقى الاجابه نمبر دي. سؤال بسيط جدا، فاهمين يا شباب؟ والله موضوع الكيرف سكتشنج ده سهل جدا للي بس هيركز ويفهم كل حاجه انا بقولها. معايا؟ تعال نخش على بعده. بقول لك if the given graph is the graph of f dash then f of x has a local maximum. اظن بقى خلاص كلكم بقيتوا متمرسين. دلوقتي انا عايز رسمه الاف داش. اول حاجه ده يعني انت هتتكلم عن الجراف نفسه صح؟ اول حاجه تشوف ايه انترسكشن مع اكس اكسس عند ال1 مش باينه صح؟ استنى اغير لكم اللون. عند ال1 وال6 وال8 ارسم 1 6 8. هختبر مين دلوقتي؟ القلم ولا ابص عليه؟ هبص عليه عشان انا بتكلم عن الجراف نفسيا. نفسيا ايه؟ نفسه قصدي. انا عايز اعرف الاف داش نفسها بوزيتيف ولا نيجاتيف. يلا اختبار بص عليه. قبل ال1 كانت الاف داش مالها تحت الاكس نيجاتيف. من نيجاتيف 1 ل 6 كانت فوق الاكس بوزيتيف. من 6 ل 8 نزلت تحت اكس تاني نيجاتيف. بعد ال 8 طلعت فوق تاني بوزيتيف. خلص السؤال. خلص يا مستر. اهو. يقول لك انا عايز اعرف عندها لوكال ماكسيم عند انهي اكس. لوكال ماكسيم انا عايز اعرف انا طلعت السطح عند انهي اكس. هنا دوت ده البيزمنت. نزلت الدور الارضي بعد كده طلعت السطح الروف اللي هو الماكسيم. يبقى عند الاكس بكام؟ 6. موضوع بسيط جدا. بيقول the given figure represents a curve f dash all the following statements are true except. بيقول لي الفانكشن اللي عندها local maximum local minimum f double dash في 1 function بتنكريز مش عارف ايه. اول حاجه تعالوا نرسم لاين الاف داش. خلاص بقى كلكم المفروض خلاص بقيتوا متمكنين. اول حاجه ببص على ايه؟ على الانترسكشن مع مين؟ مع الاكس اكس يا مستر. برافو عليك. يلا واحد ادي واحد بوم. التاني فين اهي؟ التالت بوم. نيجاتيف 6 1 6 واحده واحده نيجاتيف 6 1 6. اختبار ايه؟ هبص عليه. قبل النيجاتيف 6 كانت الكيرف ماله فوق الاكس بوزيتيف. من نيجاتيف 6 ل 1 نزل تحت اهو نيجاتيف. من 1 ل 6 طلع تاني بوزيتيف. بعد ال 6 نزل تاني نيجاتيف. انكريز ديكريز انكريز ديكريز. تعالوا نشوف بقى واحده واحده. بيقول لك عند الاكس ب 6 عندها لوكال ماكسيمم حقيقه عشان قعد يطلع لغايه ما وصل للروف بعد كده بدا ينزل. يبقى ده صح. طب عند الاكس بنيجاتيف 6 لوكال ماكسيمم برضه صحيح. نفس الكلام وصل لنفس السطح. طب الاف دبل داش اوف 1 بزيرو لسه ما جبناش لاين الاف دبل داش. تعال نشوف اللي بعدها. بيقول لي الفانكشن بتنكريز من 1 ل 6 ايضا صحيح. ده صح. يبقى طبعا دي الاجابه اللي غلط. طب ما تيجوا نشوف لاين الاف دبل داش بالمره عشان نعرف هو صح ولا غلط. هو لاين الاف دبل داش مش ده كده الديريفيتيف بتاع الكيرف؟ اه يا مستر. يبقى اول حاجه عشان نجيب الاكسات هنعمل ايه؟ هنبص على الهوريزونتال تينجنت والفيرتيكال تينجنت. افتكروا بقى اختبار القلم. اختبار القلم اول حاجه قبل ما تشوف هو بينكريز وبيديكريز امتى هتبص على الهوريزونتال تينجنت والفيرتيكال تينجنت عشان تحط على اللاين. عندك هنا واحد اهو عند النيجاتيف 3 واحد هنا كمان عند مين؟ عند ال4. هكتب هنا نيجاتيف 3 وهكتب هنا 4. قبل دلوقتي بقى اختبار مين؟ اختبار القلم يا مستر. ليه؟ عشان بتكلم عن الديريفيتيف بتاعي صح؟ قبل النيجاتيف 3 كان الجراف عمال القلم بيحصل له ايه؟ عمال بينزل يبقى نيجاتيف. من نيجاتيف 3 ل 4 القلم عمال بيحصل له ايه؟ بيزيد يعني بوزيتيف. بعد ال4 بينزل تاني نيجاتيف. اف دبل داش فالنيجاتيف يعني ساد فيس. بوزيتيف يعني هابي فيس. نيجاتيف يعني ساد فيس. هو بيقول لك الاف دبل داش اوف 1 هو يا جماعه ال1 فين؟ ال1 هنا اهو صح؟ ما بين النيجاتيف 3 وال4 فالاف دبل داش مالها بوزيتيف مش بزيرو. فطبعا الاجابه دي غلط. كانت امتى تبقى صح؟ لو كان قال لي اف دبل داش اوف نيجاتيف 3 او اف دبل داش اوف 4 ساعتها دول بزيرو عشان دول انفليكشن بوينتس. معايا؟ يلا اللي بعده. بيقول لي if the given graph is graph of f double dash then the intervals where f of x is convex. حد يقول لي مثلا انت ما شرحتش الاف دبل داش. اقول لك وانا مش محتاج اشرحها عشان اللي مركز في الشرح هيعرف ان السؤال ده خلص خلاص.
مش انا بتكلم عن الاف دبل داش نفسها ودي رسمه الاف دبل داش؟ طب ما هي لو رسمه الاف داش واتكلمنا عن الاف داش هي بالظبط. يعني ايه يا مستر؟ يعني نرسم لاين. هو احنا في يا جماعه في الاف داش كنا بنعمل ايه؟ اول حاجه بنشوف الانترسكشن مع الاكس اكسس، وقلنا انترسكشن مع اكس اكسس يبقى انت بتتكلم عن الكيرف شخصيا، فانا الكيرف هنا اف دبل داش يبقى بتكلم عن اف دبل داش. قطع الاكس عند مين؟ نيجاتيف 2 1 3 5 7. هتقول لي يا مستر يا نهار اسود كل ده؟ اكتب يا باشا، انت وراك حاجه؟ بتكتب كل ده على اللاين. تعالى نمسح السهم ده عشان نطول اللاين شويه. يلا بالترتيب، نيجاتيف 2 بعدها كام؟ ال1 بعدها ال3 بعدها ال5 بعدها ال7. تاني حاجه فكروني كده في اللاينات اللي فاتت بتاعه الاف داش كنا بنعمل ايه؟ اختبار ابص عليه. قلنا اختبار ابص عليه دوت لما تكون بتتكلم عن الكيرف نفسه هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. يلا بينا. قبل النيجاتيف 2 كان الكيرف ماله؟ تحت الاكس يبقى نيجاتيف، برافو. من نيجاتيف 1 2 ل 1 ماله؟ فوق الاكس يبقى بوزيتيف، احسنتم. من 1 ل 3 نزل تاني تحت نيجاتيف. من 3 ل 5 طلع تاني بوزيتيف. من 5 ل 7 نزل، بعد ال 7 بوست. حد يقول لي طب ما هي دايما زجزاج، اقول لك لا مش شرط، بص على الرسمه دايما وامشي عليها. يا جماعه اف دبل داش فالنيجاتيف معناه ان هو ايه؟ ساد فيس، زعلان. بوزيتيف هابي فيس. ساد فيس هابي فيس. ساد فيس هابي فيس. فاضيين احنا بقى؟ اقول لك يا باشا اه فاضيين عادي، مش بنشرح، مش اهم حاجه نفهم كل حاجه. بقول لك امتى كونفكس اب، وناخد بالنا ان كونفكس احسن يجيب لك اخر سنه كونكيف بعد ده كله تغلط. كونفكس اب يعني القعر لفوق، يبقى هنا في اهو واهو واهو. يبقى من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 2 ومن 1 ل 3 ومن 5 ل 7. اول اجابه هي عندنا معايا. فيا جماعه يبقى احنا هنا لغايه دلوقتي ايه الحاجات المميزه في الكيرف سكتشنج؟ اول حاجه اختبار البين تيست لما تكون بتعبر عن ديريفيتيف، فلو عندي اف بتعبر عن اف داش، عندي اف داش بعبر عن اف دبل داش. خلصنا اثنين. لو عندي رسمه الاف داش هشوف الانترسكشن مع الاكس، احط الارقام دي على الاف داش نفسها، واختبار ابص عليه فوق ولا تحت. عندي اف دبل داش نفس الحاجه بالظبط، ابص على الاكس، اقطع الاكس امتى؟ احطها على اللاين، اختبار ابص عليه فوق ولا تحت، بوزيتيف ونيجاتيف. خلصنا كل اللاينات، فيكون فاضل لك لاين واحد بس اللي قلت لك ده مميز، لما اديك رسمه الاف واطلب منك الاف دبل داش امتى كونفكس اب وداون، فساعتها هتبص على الرسمه بعينك هي امتى هابي فيس امتى ساد فيس. غير كده في اختبارين بيتكرروا مرتين، اختبار القلم بيتكرر مرتين، مره لما اديك رسمه الاف وكون عايز لاين الاف داش، مره لما اديك رسمه الاف داش وكون عايز لاين الاف دبل داش. كل دوت كنا كاتبينه في اول سلايد، قصدي تاني سلايد. واختبار اللي هو ابص عليه لما اديك رسمه الاف داش وعايز لاين الاف داش، او رسمه اف دبل داش وعايز لاين الاف دبل داش. في حاجه صعبه اطلاقا. يلا اللي بعده. بيقول لي ايه ده؟ ماله ده؟ if the given graph ما اعرفش هو اللي كان بيكتب فاهم، اخوه صغير بيكتب ولا ايه؟ if the given graph بيعلموا القرايه تقريبا. if the given graph is the graph of the function f dash of x then f of x has an inflection point at x equal boom. ده رسمه مين؟ الاف داش. ناخد بالنا دي رسمه الاف داش، اوعى تتلخبط بقى. دي رسمه الاف داش، بس انا بقول لك انفليكشن بوينت، انا عايز رسمه لاين الاف دبل داش. يلا يا باشا نعمل لاين الاف دبل داش. هو سؤال مش لاين، مش الاف دبل داش بالنسبه للاف داش ده ايه؟ ده الديريفيتيف، يبقى اختبار مين؟ البين تيست، اختبار القلم. اول حاجه هنشوف فين الهوريزونتال تنجنت. ادي واحد، ادي اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، ما شاء الله، اللهم زد وبارك. يبقى 1 2 3 5 7. بعد كده هنعمل ايه؟ اختبار القلم يا مستر. امشي مع الكيرف، قبل ال1 القلم بيطلع يعني بوزيتيف، من 1 ل 2 القلم بينزل نيجاتيف، بعدها بيطلع بوزيتيف، بعدها من 3 ل 5 نيجاتيف بينزل اهو صح، بعدها بيطلع تاني بوزيتيف، بعدها بينزل نيجاتيف. افتكروا ده لاين مين؟ لاين الاف دبل داش. بوزيتيف معناها هابي فيس، ساد فيس، هابي فيس، ساد فيس، هابي فيس، ساد فيس. هو ايه السؤال بس بيقول لك فين الانفليكشن بوينتس؟ فين الانفليكشن بوينتس؟ البوينتس اللي عكس عندها ادي واحد، ادي اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، اهو كلهم. حد يقول لي مثلا طب ما كنت من الاول اختارهم خلاص كلهم طالما طلعت عندهم هوريزونتال كلهم تنجنت. يقول لك لا مش شرط، افرض كان في بوينت قبلها وبعدها بينزل او بيطلع، مش شرط، فلازم تتاكد بنفسك. يلا اللي بعده. بيقول لي if the given graph represents f dash then a number of inflection points for f double dash.
ده رسمه الاف داش. عايز لاين الاف دبل داش، موضوع بسيط جدا. لاين الاف دبل داش يبقى اول حاجه هتدور على horizontal tangent او vertical tangent. تقول لي مستر ايه ده؟ ما عنديش. اقول لك صح، ما عندكش. يبقى اصلا مفيش حاجه اكتبها هنا، صح؟ ليه بقى؟ عشان يا جماعه تعالوا كده نعمل اختبار القلم. عايزكم تكونوا فاهمين معايا. عايزكم تكونوا فاهمين معايا. اختبار القلم ده مش المفروض يعبر لي عن الديريفيتيف بتاع بوزيتيف ولا نيجاتيف، وفي الحاله دي الديريفيتيف اللي هو اف دبل داش. بصوا يا جماعه القلم هيحصل له ايه؟ ده كله عمال بيطلع. معناها الاف دبل داش كلها بوزيتيف. كلها بوزيتيف، معناه ان هو كله هابي فيس كبير كده، صح؟ فمعناها هل يا مستر في انفليكشن بوينت؟ مفيش انفليكشن بوينت، ما هو كله كونفكس داون، زيرو انفليكشن بوينت. فلازم تكونوا متاكدين من الستبس بتاعتكم، كلنا واثقين في حلولكم ان انتوا صح، انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه، كملوا معاه ما تقلقوش. دي رسمه الاف داش، فانا ما لقيتش هوريزونتال تنجن او فيرتيكال. قول لي يا مستر يمكن انا متلخبط. قلت له اقول لك طب تعال نشوف واحنا قاعدين بنعمل ايه عشان نعرف اف دبل داش بوزيتيف ولا نيجاتيف. بمشي بالقلم البين تيست، مشيت بالقلم لقيت كله عمال بيطلع، كله بوزيتيف، فاكيد مفيش انفليكشن بوينت. خلاص اللي بعده. بيقول لي the graph of function y equal f dash of x. ده رسمه الاف داش determine over which interval the function f of x positive. امتى ال f of x positive؟ حلو قوي. اول حاجه يا جماعه لو انا ناخد بالنا، تعالوا نجيب لاين الاف داش ولاين الاف دبل داش. تعالوا نعمل كل حاجه. اول حاجه لاين الاف داش، وده دي رسمه الاف داش نفسها. بشوف الانترسكشن مع الاكس اكسس. ادي 1 2 3 4. هكتب 1 2 5 7. قبل 1 كانت الاف داش مالها فوق الاكس بوزيتيف، بين 1 و 2 نزلت نيجاتيف، بعدها بوزيتيف، بعدها نزلت تحت نيجاتيف، بعدها طلعت تاني. increase decrease increase decrease increase. طب اف دبل داش بدور على horizontal tangent، عشان بعدها هعمل ايه؟ هعمل اختبار القلم. فين الهوريزونتال تنجن؟ اول حاجه بين 1 و 2 1.5 مثلا. بعد كده عند بين ال 3 وال 4 عند مثلا 3.5. بعد كده عند ال 6. بعد كده نعمل ايه؟ اختبار القلم، صح؟ قبل 1.5 كان القلم عامل بيحصل له ايه؟ بينزل يبقى نيجاتيف، بعدها القلم بيطلع بوزيتيف، بعدها بينزل تاني نيجاتيف، بعدها بيطلع تاني نيجاتيف. يعني ساد فيس هابي فيس، ساد فيس هابي فيس. تقول لي مثلا طب وبعدين فين الحل؟ هقول لك مش عارف. بيقول لي من 1 ل 2 من 5 ل 7 ده decrease we need more information، ولا من negative infinity ل 1 من 2 ل 5 من 7 ل infinity، ولا من negative infinity ل 1 من 2 ل 5 من 7 ل infinity اعملهم closed. طبعا معظم الناس هتفتكر ان الاجابه نمبر سي، لكن دي كده احلى زيرو. تقول لي ليه يا مستر؟ اقول لك عشان يا جماعه الاف داش دي بتعبر لك الكيرف بينكريز ولا بيديكريز، هو عمال بيزيد ولا بيقل. طب ما ممكن يكون بيزيد بس الفاليوز نيجاتيف، يعني ممكن تكون الفاليو نيجاتيف 3 بعدها نيجاتيف 2 بعدها نيجاتيف 1. طب ما كان الفاليوز بتنكريز، بس هل دي معناها ان الاف بوزيتيف؟ لا، ده هنا الاف نيجاتيف. وبالديكريز ممكن العكس، ممكن تكون بالديكريز نيجاتيف او الديكريز بوزيتيف. ممكن تكون الفاليو 6 5 4، فهي بالديكريز كده، صح؟ ديكريز بس في نفس الوقت الاف اصلا مالها بوزيتيف، صح؟ وهنا بتنكريز بس الاف مالها نيجاتيف، فانا ما اعرفش. فهو بالفعل we need more information about الاف. عشان زي ما قلت لك في الاول خالص، قلت لك لما اديك كيرف بعرف اجيب معلومات عنه هو شخصيا والديريفيتيف بتاعه، لكن ما اقدرش اجيب معلومه عن حاجه قبله. يعني لما اكون مديك الاف تعرف تجيب معلومات عن اف داش اف دبل داش. مديك اف داش تعرف تجيب معلومات عن اف داش اف دبل داش. مديك اف دبل داش تعرف تجيب معلومات عنه هو شخصيا بس. ما اقدرش ابدا اطلع لحاجه قبليه. ما اقدرش رسمه الاف دبل داش اجيب معلومات عن الاف داش والاف. ما اقدرش من رسمه الاف داش اجيب معلومات عن الاف. ما بيحصلش غير بكونديشنز معينه يعني. فعشان كده بقول لك we need more informations. كنت ممكن لو انا اديتك informations اكتر تفهم. بيقول لي the graph of the first derivative f dash of a continuous function f is shown state the x coordinates of the function of the inflection point. اسف، دي رسمه الاف داش. بيقول لي انا عايز اعرف الاكسات بتاعت الانفليكشن بوينت. خلاص الموضوع بقى بالنسبه لكم لاين المعادله بقى بالنسبه لكم طبعا فركه كعب يعني مش حاجه. الا هو ايه؟ ان احنا نعرف فين الانفليكشن بوينتس. تعال نرسم لاين اهو. دي اف دبل داش، صح؟
ده ديريفيتيف الكيرف، يبقى بدور على ايه؟ هوريزونتال. برافو. واحد اهو عند 2 3 5 و 7. يلا يا باشا 2 3 5 7. وبعدين اختبار مين؟ البين تيست، عشان بتكلم عن ديريفيتيف الكيرف. قبل 2 البين تيست بيحصل، القلم بيحصل له ايه؟ بيزيد. من 2 ل 3 القلم بينزل نيجاتيف، بعدها بيزيد تاني بوزيتيف، بعدها بينزل، بعدها بيزيد. اهو صح، بينزل اهو، بيزيد، بينزل، بيزيد. طبعا بوزيتيف في الاف دبل داش يعني كونفكس داون، بعدها كونفكس اب. داون الار لتحت، اب ار لفوق، الار لتحت. بيقول لي انا عايز اعرف فين الانفليكشن بوينتس. عندي عند 2 3 5 7. 2 3 5 7. 2 3 6 8 مين يا ابني؟ ده هنا في حاجة غلط في الإجابات. دي مفروض 5 ودي مفروض 7 بس، فالإجابة بي محتاجة متعدل. نبقى نشوفها مع اللي كتبوا السؤال. ماشي؟ كده كده يعني. موضوع أظن لغاية دلوقتي بسيط جدا، مفيهوش حاجة صعبة. يلا اللي بعده. تعالوا بقى نبدأ نشوف مسائل الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت دي عاملة ازاي، وهل الدنيا فعلا صعبة ولا مش صعبة. ده أول شكل بيقول لي if f dash of 3 is undefined. يا جماعة ال f dash of 3 تبقى undefined لو عندها 2 tangents أو vertical tangent. بيقول لي وال f double dash of x أكبر من الزيرو لما ال x not equal 3. يعني يا جماعة لو رسمنا لاين ال f double dash أهو، معرفش ليه اللاين مايل كده، بقول لك لأي x مش ب 3، يعني سواء قبل 3 أو بعد 3، ال f double dash مالها أكبر من الزيرو، يعني positive. يعني هنا هابي فيس وهنا برضو هابي فيس، صح؟ بيقول لي مين في دول هي رسمة اف؟ أول حاجة طبعا الناس هتنخدع في نمبر ايه، طبعا دي غلط. ليه؟ عشان يا جماعة ال 3 داخلة في الهابي فيس، بس أنا بقول لك هي لأي اكس مش ب 3، فالاكس مش معايا، يعني قبل ال 3 وبعد ال 3 لكن ال 3 نفسها لا. طب نمبر بي برضو غلط. ليه يا مستر؟ عشان لو كملنا الكيرف ده كده هيكون ساد فيس وده كده ساد فيس، طبعا غلط. طب تعالى كده نبص نمبر سي برضو غلط. بصوا كده هنا ده هابي فيس بس ده ساد فيس، طبعا نمبر دي هي الصح، عشان كده هابي فيس اهو، وادي كده هابي فيس. تقول لي مستر طب ليه undefined؟ اقول لك عشان عندها 2 vertical tangents اهو، ادي واحد اهو tangent وادي التاني، عشان كده يبقى الاف داش اوف 3 undefined. بس سؤال بسيط جدا ويخلص يعني ثانية لثانية، صح؟ حلو قوي. يلا نشوف اللي بعده. بيقول لي if the opposite figure represents the curve or first derivative of a continuous function f. دي رسمة ال f dash. then the wrong statement. ال f عندها مش عارف inflection point عند ال x 4. الفانكشن has local maximum. الكيرف convex up مش عارف هو داون ولا f of negative 3 اقل من f of negative 2. طب واحدة واحدة. تعال نرسم لاين ال f dash ولاين ال f double dash بالحاجات اللي احنا بقى لسه متعلمينها. قلنا عندنا اختبارين. اول حاجه دي رسمه الاف داش، فلما اجي اتكلم عن الاف داش نفسها هبص على الانترسكشن مع الاكس اكسس. ادي واحد. تقول لي مثلا طب والفور؟ اقول لك وهتاخد الفور معانا. طب ليه هناخد الفور معانا يا شباب؟ عشان الفور دي عندها undefined. لو جيت قلت لك هي الاف داش 4 بكام، هل هتاخد الفاليو دي ولا هتاخد الفاليو دي؟ ما اعرفش، صح؟ ساعتها هتحطها على اللاين. يبقى انترسكشن مع اكس اكسس، ولو في بوينت عندها حاجه بالمنظر ده تاخدها معانا. طب وبعدين هنعمل اختبار ايه؟ اختبار ابص عليه. ليه؟ عشان بتكلم عن الكيرف نفسه. فالاف داش قبل 2 كانت مالها فوق الاكس يعني بوزيتيف، ما بين ال 2 وال 4 تحت الاكس يعني نيجاتيف، وبعد ال 4 بوزيتيف تاني. increase decrease increase. تعال نشوف كده عندها لوكال ماكسيم عند الاكس 2 ده صح، يبقى نشوف اي اجابه ليها علاقه بالاف داش يعني. طب نمبر A و C ليهم علاقه بالاف دبل داش، ونمبر دي هتقول لي يا مستر انا مش فاهمها، اقول لك اركنها على جنب دلوقتي وهنشوفها. طب تعالوا نجيب لاين الاف دبل داش. لاين يا جماعه الاف دبل داش بعمل ايه؟ اختبار القلم. بس قبل ما اعمل اختبار القلم المفروض اجيب البوينتات اللي عندها هوريزونتال تانجنت او فيرتيكال تانجنت. عندي هنا اي هوريزونتال تانجنت في السؤال؟ لا، بس عندي فيرتيكال تانجنت يا مستر. عندي
الاكس بكام؟ ب4. هتحط ال4 على الرسمه. قبل ال4 تعالى نعمل اختبار القلم. كان القلم عمال بيحصل له ايه؟ بينزل، يعني نيجاتيف. بعد بعد ال4 القلم بيحصل له ايه؟ بيطلع. صح؟ باختبار القلم عشان بتكلم عن الديريفيتيف بتاع الكيرف اف داش، بتكلم انا عن اف دبل داش. نيجاتيف يعني ساد فيس، بوزيتيف يعني هابي فيس. حلو. حلو يا مستر. تعال نشوف الكيرف كونفكس اب من نيجاتيف انفينيتي ل 4. ده القعر فعلا فوق، وكونفكس داون من 4 لانفينيتي. سي. حد ولا مستر والفور انفليكشن بوينت؟ يبقى الاجابه نمبر دي. وطبعا نمبر دي معاها احلى زيرو. يا مستر ليه احلى زيرو؟ اقول لك عشان انت مركزتش في الدرس اللي فات. يا جماعه قلنا شروط الانفليكشن ايه؟ 3 حاجات. عندها الاف دبل داش 0 انديفايند، وقلت لك ده دايما متحقق. قبلها كونفكس اب وداون او داون واب. والشرط الثالث واللي قلت لك الكل بينساه، عندها الاف داش اكزيست عند الرقم ده. هو عند الفور الاف داش اكزيست اطلاقا، دي انديفايند ليه؟ عشان لما اجي اقول لك اف داش اوف 4 هتاخد لي انهي فاليو؟ قلنا هتاخد اللي تحت ولا اللي فوق؟ لا ده ولا ده، فانديفايند. وطالما الاف داش undefined يبقى دي كده كده نوت انفليكشن بوينت، يبقى at x equal 4 نوت انفليكشن كده كده. فطبعا الاجابه الغلط هي نمبر A، دي الاجابه الصح بتاعتنا. حد يقول لي مستر طب معلش هي نمبر دي صح ليه بقى؟ هقول لك تعالى نفهم بقى ايه فكره نمبر دي اصلا. طيب نمسح بس الاصفر اللي احنا معلمينه على دي. ليه بقى يا جماعه نمبر دي صح؟ بقول لك اف اوف نيجاتيف 3 اقل من اف اوف نيجاتيف 2، هتقول لي مستر ونعرف منين؟ دي رسمه اف داش. اقول لك صح، دي رسمه اف داش. طب تعالى كده بص لي على لاين الاف داش وقول لي هي النيجاتيف 3 والنيجاتيف 2 في انهي انترفال؟ النيجاتيف 3 والنيجاتيف 2 قبل 2 صح؟ النيجاتيف 3 والنيجاتيف 2 هنا كده. انا بقول لك ان هنا ايه؟ الكيرف عمال بايه؟ بيحصل يا جماعه. مش دي معناها ان الاف بتنكريز؟ لو جيت يعني هتقول لي اف اوف اكس بتنكريز من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 2 صح؟ مش ده معنى اللاين؟ ان على الحته دي الاف بتنكريز. طب يا جماعه يعني ايه فانكشن بتنكريز؟ يعني كل ما تعوض بفاليو قدام كل ما الفاليو، قصدي كل ما تعوض باكس قدام كل ما الفاليو تكبر. يعني لو عوضت بنيجاتيف 5 بعدها نيجاتيف 4، النيجاتيف 4 هتديك فاليو اكبر، النيجاتيف 3 فاليو اكبر، نيجاتيف 2 فاليو اكبر، نيجاتيف 1 فاليو اكبر، وهكذا. كل ما اعوض باكس، كل ما اعوض باكس عشان ما اعرفش لو طلعت بره الكادر يعني، الفاليو عماله بتزيد. طب هو نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 مش النيجاتيف 2 دي بعد النيجاتيف 3؟ هو على اللاين اهو، يعني نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2. كل ما تعوض بفاليو كل ما كل ما تعوض باكس قصدي قدام كل ما الفاليو عماله بتزيد 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 بتزيد. فطبيعي ان اف اوف نيجاتيف 3 اقل من اف اوف نيجاتيف 2 عشان اف اوف نيجاتيف 2 زادت عن اللي قبلها، والاف اوف نيجاتيف 1 هتزيد عن اللي قبلها، وهكذا. معايا؟ فدي نقطه مهمه جدا، نكتب على السؤال ده very important. معايا؟ يلا نخش على اللي بعده. بيقول لي if f is a continuous function has the following properties. دي من الاسئله اللي انا بحبها صراحه. بيديك شويه بروبرتيز بيقول لك مين الفانكشن اللي بيحقق كل بروبرتي دي. اول واحده f of 3 ب1. تعالوا نحققهم شرط شرط. f of 3 equal 1 يعني عند الاكس ب 3 الواي بكام؟ ب1. عند الاكس ب 3 الواي ب1 تشيك، اكس ب 3 الواي ب1 تشيك، اكس ب 3 واي ب1 تشيك، اكس ب 3 واي ب1 تشيك. يبقى الشرط ده اصلا مبدئيا متحقق عند كله وما فادنيش بجنيه. خش على الشرط اللي بعده. بيقول لك اف داش اوف اكس اقل من الزيرو لما اكس اقل من 3 واكبر من 0 لما اكس اكبر من 3. يعني لو رسمنا لاين الاف داش وحطينا 3 اهو، فبيقول لك لما اقل من 0 اقل من 3 كانت الاف داش اقل من الزيرو، اكبر من 3 كانت الاف داش اكبر من الزيرو. يعني نازل طالع. طب يا جماعه مش دي رسمه الاف؟ يعني انا اصلا لو انا عايز من كل رسمه دول اعرف الاف داش مالها بعمل اختبار مين؟ اختبار القلم عشان ده الديريفيتيف بتاعي. طب تعالوا كده نشوف. نازل طالع تشيك، نازل طالع تشيك، نازل طالع تشيك، نازل طالع. حد يقول لي مستر يا نهار اسود ومنيل؟ ولا مثلا انا في الامتحان لو عمال يحصل معايا تشيك كده انا هشك في نفسي. ما هو كل الشروط عماله بتتحقق كده، اختار ايه؟ اقول لك اتقل بقى، تك على الصبر. شوف الشرط اللي بعده. بقول لك الاف دبل داش اوف اكس اقل من الزيرو لكل اكس مش ب 3، لكل اكس مش ب 3. يعني لو رسمنا لاين الاف دبل داش اهو لكل اكس مش ب 3، ادي ال 3 اهي. يعني سواء قبل ال 3 او بعد 3 الاف دبل داش مالها اقل من الزيرو. يعني اقل من الزيرو يعني ايه يا مستر؟ يعني نيجاتيف. نيجاتيف يعني ايه يا باشا؟ يعني زعلان، ساد فيس. صح؟
ساد فيس. يبقى انا عايز الرسمه تكون النصين ساد فيس، مش النصين هابي ولا ساد وفي ولا ساد وهابي. طبعا ده كله اصلا هابي فيس، ده مرفوض. بص ده كده النص ده عباره عن ايه؟ ساد فيس، والنص ده عباره عن ايه؟ ساد فيس. خلصانه، دي الاجابه الصح. تعالوا نشوف طب ليه الباقي غلط عشان نتاكد. مش انا محتاج اكون متاكد في الامتحان ان انا فعلا اجابتي صح، احسن اكون متلخبط. بص كده النص ده، النص اللي على الشمال ده نص من هابي فيس ودوت ساد فيس، لا ده نص ونص. ونفس الكلام النص ده ساد فيس لكن النص ده هابي فيس. معايا؟ فمن الاسئله اللذيذه اللي انا شايفها صراحه ما بتاخدش وقت، بس انت تكون فاهم انت بتعمل ايه، تلاقي السؤال خلص بسرعه جدا. يلا اللي بعده. بيقول لي the opposite figure represents the curve or first derivative of a continuous function on R. دي رسمة مين؟ الفيرست ديريفيتيف، رسمة الاف داش. بيقول لي تعالى كده نبص على اجابات inflection convex critical convex، يعني محتاج كده كده اللاينين، لاين الاف داش ولاين الاف دبل داش. تعالوا نجيبهم. لاين الاف داش ولاين الاف دبل داش. صح؟ اول حاجه اللاين الاف داش بحط عنده الانترسكشن مع الاكس، او لو بوينت undefined. مين هنا بوينت undefined؟ الزيرو. اللي هي مستر، عشان لما اجي اقول لك هو الاف داش في زيرو بكام؟ هل في عند الاكس بزيرو في فاليو؟ مفيش فاليو، صح؟ يبقى undefined. طب تعال نشوف الاف داش بقى، دي رسمه الاف داش نفسها، صح؟ قال لك الفيرست ديريفيتيف، يعني دي رسمه الاف داش. ها انا عايز اعرف الاف داش بوزيتيف ولا نيجاتيف، هنعمل اختبار ايه؟ ابص عليه. ليه؟ عشان بتكلم عن الحاجه نفسها. فقبل الزيرو كانت الاف داش فوق، بعد الزيرو برضه فوق. بوزيتيف بوزيتيف. خلصنا الاف داش. انكريز انكريز. طب اف دبل داش هبص هل في هوريزونتال تانجنت ولا او فيرتيكال تانجنت او تو تانجنت. يعني عند الزيرو بالفعل في فيرتيكال تانجنت، هنحط زيرو برضه. قبل الزيرو كان الكيرف يحصل له ايه؟ مش اختبار القلم بقى، صح؟ عشان بتكلم عن الديريفيتيف بتاعي بوزيتيف. بوزيتيف الاف دبل داش معناها ايه؟ معناها هابي فيس. بعدها في نيجاتيف معناها ساد فيس، عشان نزل بعدها، صح؟ الكيرف الثاني نزل اهو. تعالى كده نبص على الاجابات. بيقول لي انفليكشن بوينت عند الاكس بزيرو، وسيبك من الانفليكشن دلوقتي. كيرف كونفكس اب من نيجاتيف انفينيتي لزيرو، ده نيجاتيف انفينيتي اهو، وادي الانفينيتي. بيقول لي كونفكس اب، لا مش كونفكس اب، ده كونفكس داون، صح؟ وانا متاكد من حلي تاني. يا جماعه كونفكس اب يعني ايه؟ يعني القعر لفوق، يعني كده. وانا هنا اهو بما ان دي الاف داش، فالاف دبل داش اختبار القلم، والعمال القلم عمال بيطلع اهو، اف دبل داش بوزيتيف يعني هابي فيس. يبقى خلاص دي الاجابه الغلط. طب تعالوا بس نشوف الباقيين ونتاكد ان هم فعلا، عشان لو انا في الامتحان بحب اتاكد عشان اكون مطمن، اكون مطمن بالفعل اجابتي. ما تجيش تلاقي انت اجابتين ثلاثه طلعوا معاك صح وانت مش عارف. بيقول لي الفانكشن عندها كريتيكال بوينت عند الاكس بزيرو، بالفعل دي كريتيكال بوينت عادي، يبقى دي برضه صح. The curve function is convex up من 0 لانفينيتي، دي بقى صح اهي. كونفكس اب من كام؟ من 0 لانفينيتي، مظبوط. ادي الكونفكس اب. تقول لي مثلا طب ليه بقى عندها انفليكشن؟ هو يكون ناخد بالنا بقى، لو الاف داش يا شباب عندها undefined بس عشان عندها vertical tangent تبقى انفليكشن، لو تو tangents ما تبقاش انفليكشن. تاني، لو اف داش اوف اكس undefined، لو vertical tangent ولا تو tangents؟ لو vertical tangents ممكن تبقى inflection، ينفع عادي، مش هقول لي عليها refused، يبقى كان be inflection. لكن لو two tangents cannot نقول can't بقى يا مستر، خليك مثقف. اوكي can't be inflection، ماشي، can't be inflection، ماشي. يبقى دي عشان عندها vertical tangent واحد فتنفع تبقى inflection، على عكس اللي فات. بصوا تعالوا كده نبص اللي قبلها اللي هي دي. بصوا يا شباب دي كانت الاف داش نفسها، صح؟ بس تعالوا كده لو مسحنا شويه الحاجات اللي على الرسمه دي رسمه الاف داش نفسها، صح؟ انا لو جيت بقى قلت لك الاسلوب عند الاف داش، بصوا هنا عندها اسلوب اهو واحد، واسلوب هنا تاني اهو عند نفس الفور، صح؟ فدي كده معناها تو تانجنتس، فتو تانجنتس نوت انفليكشن، لكن فيرتيكال تانجنت ينفع تبقى انفليكشن. ده فرق جوهري، فلازم نركز كويس قوي في النقطه دي، نكتب عليها very important. ماشي، يلا اللي بعده.
بيقول لي if the opposite figure represents the curve or first derivative of a function. ده رسمة مين الفيرست derivative؟ ده الاف داش. then the figure which may represent the curve or function. أنهي figure من دول هيريبريزنت الفانكشن نفسها؟ طب واحدة واحدة، مش دي رسمة اف داش؟ تعالوا نجيب اللاينات اللي احنا عارفينها، لاين الاف داش ولاين الاف دبل داش. لاين الاف داش اهو، ولاين الاف دبل داش نحطه تحته. ثانية واحدة. ده نفس الشغل اللي بنعمله الحصة كلها. أول حاجة لاين الاف داش هندور على بوينتس قطعة الاكس عشان دي رسمة الاف داش نفسها، يا إما قطع الاكس يا إما عنده فيرتيكال تنجنت. هل قطع هنا الاكس في أي حتة؟ لا، بس عنده عند الاكس بزيرو مالها؟ undefined. نحطها. دي رسمة الاف داش نفسها، قبل الزيرو كانت الاف داش نفسها مالها؟ كانت تحت يعني نيجاتيف، بعد الزيرو مالها طلعت فوق يعني بوزيتيف، يعني ديكريز انكريز. عظيم جدا. تعالوا نبص للاف دبل داش، فادور على horizontal tangent او vertical tangent او two tangents يعني، والفعل عند الزيرو عندي undefined صح؟ عندي two tangents، يبقى احط زيرو. قبل الزيرو بقى، ها دلوقتي انا بتكلم عن الديريفيتيف بتاعي، فبعمل اختبار ايه؟ اختبار القلم. بص قبل الزيرو عمال بيحصل له ايه؟ بينزل، يبقى نيجاتيف. وبعد الزيرو بينزل برضه نيجاتيف تاني، مفيش مشكله ولا تتهز. نيجاتيف يعني ساد فيس، ساد فيس. خلصنا اللاينات. انت دلوقتي بتدور على ايه في السؤال؟ بتدور على رسمه الاف اللي تحقق الحاجات دي. يعني اول حاجه تكون نصها الاولاني ديكريز بعدها انكريز. ناخد بالنا طالما دي الاف يبقى القلم دلوقتي هيمشي على الاف داش، يعني انا عايز اعرف حته نازله طالعه وعايزها تكون كلها كونفكس اب. تعالوا نمشيهم واحد واحد. بص اصلا دوت ايه؟ ده طالع طالع، طبعا غلط. ده نازل طالع صح، يعني دوت صح. طب بص النص الشمال ده عباره عن ايه؟ نص من كونفكس اب، نص اليمين ده نص من كونفكس اب، يبقى دي المفروض الاجابه الصح بتاعتي. بس تاني عشان اتاكد همشي مع الباقيين عشان اتاكد ان انا صح. بص ده هنا نص من كونفكس اب يا مستر ونازل، ينفع. ده طالع بس ده مش كونفكس اب، ده ستريت لاين. كونفكس اب يا جماعه بيكون مديها حته كده، مديها كيرف، فده غلط. طب بص دوت طالع بعدها نازل، انا اصلا عايزه نازل بعدها طالع، يبقى ده برضو غلط. معايا؟ فالموضوع والله بسيط جدا جدا جدا. افهم الكونسيبت كويس هتلاقي السؤال بيخلص معاك ثانيه الا ثانيه. يلا بيقول لي the opposite figure represents the curve of the continuous function g of x. دي رسمة ال g of x on R that has a horizontal tangent at x equal 1. والله كتر خيرك، بيقول لك عندها horizontal tangent على x ب 1. شكرا. if f is differentiable function. حلو. بيقول لك بقى ال f داش بتساوي absolute g of x. ال f داش بتساوي يا مستر absolute g of x. then the true statement. حد يقول لي يا مستر ايه ده بقى؟ طب ودي نعمل فيها ايه يا مستر؟ هقول لك هي لو الاف داش ابسوليوت جي اوف اكس ايه اللي هيختلف؟ والله هيختلف يا مستر ان لو الجي داش نيجاتيف فالاف داش، قصدي لو اسف لو الجي نيجاتيف فالاف داش بوزيتيف. ما هي ابسوليوت صح؟ ابسوليوت يعني دايما الاف داش مالها بوزيتيف. طب تعالى كده نبص على الرسمه، فين الحته اللي فيها جي نيجاتيف؟ مش دي يا جماعه جي اوف اكس نفسها؟ فين الحته اللي فيها جي نيجاتيف؟ اهي، ما هي تحت الاكس اهي صح؟ فالحته دي كلها تبقى ايه؟ بوزيتيف. يعني معنى كده مثلا لو دي مثلا نيجاتيف 2 فهتبقى عندي للاف داش 2، لو دي نيجاتيف 3 تبقى 3، مش عارف نيجاتيف 4 4 وهكذا. قلت له مثلا يعني اقول لك يعني تعالى كده نجرب نرسم الرسمه بس نعيد رسمتنا الصح. مش انا الرسمه اللي فوق دي رسمه الجي اوف اكس، انا عايز ارسم رسمه ال اف داش اوف اكس. ترسمها ازاي يا مستر؟ اقول لك بص، طول ما الجي بوزيتيف فالاف داش بوزيتيف اهو. ده لغايه هنا عادي، هي صح، ودي ب1 اهي. طول ما الجي بوزيتيف الاف داش بوزيتيف. اول ما تبدا يبقى الايه اف الجي ده يبقى نيجاتيف هتطلع الاف داش تبقى فوق، تطلع كده. دي نيجاتيف 1 اهي صح؟ يعني مثلا هنا لو دي النيجاتيف عند النيجاتيف 2 الجي كانت بنيجاتيف 2 يبقى هنا تبقى نيجاتيف 2، مش قصدي تبقى 2 3 4 وهكذا. فايه الفرق؟ ان انا الحته النيجاتيف دي قلبتها لفوق. تاني يا جماعه، ما هو الجي قصدي الاف داش
كده كده بوزيتيف صح؟ الاف داش مالها كده كده بوزيتيف عشان ابسوليوت. فالحته نيجاتيف في جي داش فين؟ اهي. فانا بقول لك الحته دي اقلبها لفوق، طلعها لفوق عشان تبقى بوزيتيف، طلعتها لفوق اهو. فكان دي الرسمه الجديده بتاعتنا اللي احنا نشتغل على رسمه الاف داش. تعالوا بقى نشتغل نرسم لايناتنا، لاين الاف داش ولاين الاف دبل داش، وهتلاقي السؤال خلص. اول حاجه لاين الاف داش بعمل ايه؟ انترسكشن مع اكس اكسس، او لو في بوينت عندها اندفايند انترسكشن مع اكس اكسس عند النيجاتيف 1. قطع الاكس تاني؟ لا، حط النيجاتيف 1 بس. ها، قبل النيجاتيف 1 كانت الاف داش مالها نفسها فوق ولا تحت؟ كانت فوق الاكس صح، اباف الاكس اكس يعني بوزيتيف. وبعد النيجاتيف 1 فضلت فوق برضه بوزيتيف. حلو جدا، يعني عندها انكريز انكريز. يبقى انا اصلا السؤال مبدئيا خلص. فين بيقول لك فين then the true statement؟ لا انا اسف، يبقى دي كده كده غلط عشان بيقول لي has ده minimum value، فهنا اصلا مفيش لا minimum ولا maximum، ده الاثنين increase، فده كده كده خلاص شطبناه. طب بيقول النص الثلاث اسئله الثلاث اجابات التانيين متعلقين بلاين الاف دبل داش، فواحده واحده تعالوا نجيبه. لاين الاف دبل داش، فانا بدور على بوينت عندها هوريزونتال تانجنت او تو تانجنتس او انديفايند. ليه؟ عشان الاف دبل داش هو ديريفيتيف الاف داش، ولا ده اللي احنا عاملين نقوله الحصه كلها، انا ما بقولش معلومات جديده خالص. فاول حاجه عندي هوريزونتال تانجنت عند الاكس بكام؟ ب1، هو حتى قالها لي اصلا. طب وعندي كمان فيرتيكال تانجنت، قصدي تو تانجنت عند الاكس بكام؟ نيجاتيف 1. ادي تانجنت وادي الثاني صح، تحطها نيجاتيف 1، ودي كده عندها انديفايند. ماشي. قبل النيجاتيف 1 دلوقتي انا بتكلم عن ديريفيتيف الاف داش صح؟ بتكلم عن الاف دبل داش اللي هو الديريفيتيف بتاعها، فبمشي مع ايه؟ امشي مع الكيرف. قبل النيجاتيف 1 الكيرف بيحصل له ايه؟ نيجاتيف، بينزل اهو. بعد من النيجاتيف 1 لل 1 عمال بيطلع بوزيتيف، بعد ال 1 يطلع بوزيتيف. نيجاتيف يعني كونفكس اب ساد فيس، بوزيتيف هابي فيس، بوزيتيف هابي فيس. تعال نشوف اللي كده بيقول لي عندي انفليكشن عند الاكس بنيجاتيف 1. هو والله قلب عندي انفليكشن عند الاكس ب 1؟ لا. بيقول لي ذا كيرف كونفكس اب من نيجاتيف 1 ل 1. هو هنا كونفكس اب يا جماعه، هنا كونفكس داون، الار تحت، يبقى دي كمان غلط. يبقى مين الاجابه الصح؟ نمبر ايه. حد ولا مستر؟ لا ثانيه واحده بقى عشان انت كده هتلخبطني. اقول لك قول لي، وانا عارف انت هتلخبط فيه. هتقول لي يا مستر مش انت قلت لما يكون عندها تو تانجنتس يبقى مش انفليكشن بوينت؟ اقول لك صح، بس قلت التو تانجنتس دول للاف داش مش للاف دبل داش. هو هنا يا جماعه سؤال بس، في الرسمه دي اللي انا رسمتها دي، تعالوا بس نمسح كده كام لاين زياده. لما اجي اقول لك هو الاف داش اوف نيجاتيف 1 بكام؟ الاف داش اوف نيجاتيف 1، طب ما هي، ما هو الاف داش اوف نيجاتيف 1 بزيرو عادي صح؟ هل دي كده undefined؟ لا دي طلعت لي فاليو، فبتبقى انفليكشن عادي. امتى ما تبقاش انفليكشن؟ لو الاف داش نفسها عندها تو تانجنتس. لو الاف داش نفسها عندها ايه؟ تو تانجنتس. زي اللي بص نرجع نشوف الفرق اهو. هنا دي الاف داش نفسها اهو عند الاكس بزيرو عندها تو تانجنتس صح؟ لا دي اصلا، لا انا اسف، دي عندها فيرتيكال تانجنت. فين اللي عندها تو تانجنتس؟ اهي الاف داش نفسها عند الفور مالها؟ تو تانجنت صح؟ يبقى نوت انفليكشن. لكن ايوه، لكن هنا ايه؟ فين السؤال؟ لا لكن هنا دي سوبر قطع الحته اللي فاتت دي. لكن هنا عند الاكس عند الاكس بنيجاتيف 1 الاف داش نفسها مالها؟ بزيرو عادي، فتقبل تبقى انفليكشن. يبقى امتى الحاله الوحيده ما تنفعش تبقى انفليكشن؟ لو الاف داش نفسها عندها تو تنجنت. لكن لو الاف داش عندها فيرتيكال تنجنت ينفع. اف داش برقم زي الفل، مفيش اي مشكله خالص. تمام. بس وده كده كان، ده كان اخر سؤال صح؟ وده كده يا شباب كان الكيرف سكتشنج. اتمنى الكل يكون خلاص الدنيا دلوقتي بقت بالنسبه له اوضح واسهل. هي بالفعل والله الموضوع ابسط بكتير، مش محتاجه خالص تخوفوا نفسكم، بس افهموا بس فكره الاختيارات. عندنا قلنا اختبار البين تيست مره كمان لما تكون بتتكلم عن الديريفيتيف بتاعك، فلو الاف بتكلم عن اف داش، لو اف داش بتكلم عن اف دبل داش. واختبار ابص عليه لو بتكلم عن حاجه شخصيا، فلو عندي الاف داش اعرف امتى الاف داش بوزيتيف ونيجاتيف، لو اف دبل داش اعرف امتى الاف دبل داش بوزيتيف ونيجاتيف، وبجيب البوينتس ازاي اللي قطعت الاكس اكس او عندها undefined.
بس وكده يكون فاضل لنا آخر درس اللي هو الabsolute اللي هو الapplication على الmaximize minimize. يالّا نخش عليه عشان إن شاء الله نكون خلصنا الrevision.